هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. معي على التليفون الأستاذ أنيس الدغيدي الكاتب الصحفي، وهو قد تحدث قبل يومين عن أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد ينوي حرق مقر حزب الوفد وإلصاق التهمة بالتيار الإسلامي. أستاذ أنيس أهلا بيك. أهلا بيك وتأخير. حضرتك فعلا ذكرت هذا الكلام وتحدثت عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد سوف يحرق حزب الوفد وسوف يلصق التهمة بالإسلاميين. اولا انا بحيي ضيفك، بحيي حضرتك، بحيي جمهورك العريض. اشكرك يا فندم. بحيي كل الامه اللي خرجت النهارده علشان تصوت اما بنعم او بلا، ونحن كما قالت القياده السياسيه مع اي خيار يريده الشعب. هذا واحده او هذه واحده. اما الثانيه فلقد تقدمت يوم السبت الماضي اي منذ 8 ايام و4 بلاغات رسميه للسيد النائب العام، وهي بين يدي الآن تحمل أرقام 44 رقم 75 و76 و77 للسيد النائب العام بلاغات. ولقد قلت أنني حضرت بنفسي اجتماع خطير جدا بين السيد البدوي ونجيب ساويرس، وأن هناك مؤامرة لاغتيال الرئيس مرسي، بل أن هناك 6 أشخاص آخرون منهم هذا الرجل الدكتور الموقر الجالس معك الآن الدكتور محمد البلتاجي، والسيد المرشد الدكتور بديع، والدكتور سعد الكتاتني، والاستاذ الجليل صبحي صالح، والمهندس خيرت الشاطر. وقلت هذا رسميا بأدلة بوقائع بحقائق قدمت الى السيد النائب العام، بل وتكلمت ايضا في بلاغ. طيب حضرتك استاذ انيس ينوي اغتيالهم او بيخططوا لاغتيالهم. استاذ انيس استاذ انيس لو سمحت، يعني حضرتك بتقول ان لديك ادله ولديك اثباتات على انه تم التنسيق بين السيد البدوي رئيس حزب الوفد والسيد نجيب ساويرس على اغتيال هذه القيادات. ما هي تلك الدلائل؟ يعني احنا عايزين برضو نعرف والساده المشاهدين يعرفوا من اين اتيت بهذه الدلائل وما هذه الدلائل او الاثباتات. أنا حضرت بنفسي، والأمر في النهاية على مسؤوليتك الشخصية. طبعا على مسؤولياتي، وأقول لك لقد قدمت. ومعاه الدكتور بلتاجي، لو حب الدكتور بلتاجي يتدخل معك أيضا. لا هو بيقول حضر اجتماع يعني. أهلا به أهلا به، لكن أنا أقول لك أيضا بأنني معي في نص البلاغ ما يلي: أن نجيب ساويرس نصا قال بأنه يريد أن يحرق وفقا لتخطيط أقر به وقاله أمامي بعض الكنائس والمواقع الكنسية حتى تنسب للإخوان. فحينما يأتي اليوم حريق حزب الوفد أو غيره إنما هي مخططات، وإنما هي أوهام، وإنما هي أرجاس وأدناس خطط لها لكي تحدث فتنة في هذا البلد الآمن ولكي تنسب إلى الإخوان. ولقد قلت ذلك قبل وقوعه ب8 أيام. وبينما الفيصل هو البلاغ الذي قدم للنائب العام وقدم أيضا للسيد الرئيس يوم الخميس، وعلينا أن نقف وقفة بعيدا عن المصطلحات السياسية. فلا أنني أختلف مع ما يقوله الدكتور الجليل محمد البلتاجي من توصيف قامات سياسية، قامات موقرة، أسماء سياسية. كل عصر هذه الأكاذيب انتهى. لا يجب أن نسمي مسميات بغير مسمياتها الحقيقية. إن مصر تتعرض لخيانة ولعمالة، وقلت ذلك وأنا أعيه ومسؤول عنه، وقدمت به بلاغات رسمية ومستعد أن أواجه به الجميع. إن مصر تتعرض لمجموعة من الخونة والباعة، أقول ذلك وأوقع عليه بدمي فصلة أزاز. دعونا من الكذب. مصر لا تتحمل كذب، لا تتحمل تمثيل، لا تتحمل مسرح، لا تتحمل منتفعين، لا تتحمل كذابين والعفاقين. كل هذا يجب أن ينتهي. كل هذا يجب من مصلحة رجل الشارع البسيط، من مصلحة العامل، من مصلحة الفلاح، من مصلحة الرجل البسيط، أن تنجو مصر من هذه الأزمة، وأن يخرجوا ساعة الوهم ودجاجلة التاريخ الذين تلملموا وتجمعوا الآن بعد أن كانوا مشتتين، بعد أن كانوا يتناطحون فكرا، أصبحوا الآن يتكلمون كأنهم على قلب رجل واحد.
كيف هذا؟ طب استاذ انيس عشان نكون اكثر واقعيه، يعني هل هذا المخطط اللي حضرتك بتتكلم فيه يشترك فيه الدكتور السيد البدوي، وهذا كما قلت على مسؤوليتك الشخصيه، الدكتور السيد البدوي والسيد نجيب ساويرس فقط، ام هناك اطراف اخرى تشترك في هذا المخطط؟ هناك اطراف اخرى، هناك اسماء زي ايه يا استاذ انيس؟ زي مين يعني؟ زي رضا ادوارد وحمدين صباحي ومحمد البرادعي وكل هذا وعمرو موسى واحمد الزند، اللي كان الاجتماع الثاني الذي حضرته في نادي القضاة. لا 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 لا، الامر امام النائب العام، وانني من هذا المنبر الموقر اطالب السيد النائب العام بان يحقق في هذه البلاغات، واعلمه الان انني قدمتها لرئاسه الجمهوريه يوم الخميس، وقدمتها لاولي الامر ولاصحاب الشأن، وانا ارضى واعتقد واؤمن ان السيد النائب العام رجل فاضل، وان عليه ان يفتح هذه التحقيقات لكي تحسم القضيه. وها انا ذا امامكم موجود هنا بينكم اطالب بفتح التحقيقات الرسميه للوصول الى الحقيقه ومعاقبه المجرمين الآثمين. طيب المسألة الإعلامية في هذه الأزمة، يعني نحن تحدثنا عن أو تم التحدث عن أن هناك اعتداء على مقر حزب الوفد، وتم الترويج له إعلاميا والحديث عنه إعلاميا. هل هذه المؤامرة التي تتحدث عنها وهي على مسؤوليتك كما أؤكد، هل تشترك فيها أطراف إعلامية؟ هل الإعلام مشارك في التغطية على هذه المؤامرة؟ لا ريب في ذلك، لا ريب في ذلك. وحضرتك عندك أدلة على ذلك؟ عندي أدلة، أنا شاهد رؤية وعندي شهود رؤية آخرين، وهناك أشياء فقط نبدأ التحقيق ونفتح كي تتكشف هذه المؤامرة. كيف هذا؟ اغتيال رئيس الجمهورية، اغتيال قيادات كبيرة، الركون بالبلد الكبير العظيم. طب اذكر لي حضرتك معلش القيادات التي تحدثت عنها وتقدمت وكتبت ذكرتها في بلاغك، اذكر لي هذه القيادات مرة أخرى. مرة أخرى الدكتور محمد بديع المرشد، 2 المهندس خيرت الشاطر، 3 الدكتور محمد البلتاجي، 4 الدكتور عصام العريان، 5 الدكتور سعد الكتاتني، أخيرا الأستاذ صبحي صالح. طب يعني لماذا هم كلهم من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة؟ لأن خصومهم يريدون أن ينهون هذه القضية، وفي اعتقادهم وأن هؤلاء هم رجال المرحلة، وأن هؤلاء هم الذين يحكمون مصر الآن، وأنه يجب أن ينتهي الإخوان لكي يخرج هؤلاء إلى الحياة وإلى النور وإلى العمل السياسي، لأن في اعتقادهم أن الثورة قد سرقت، وأننا نعاني في وسط ويلات الإخوان المسلمين، وكيف لشرع الله أن يحكم، وكيف تقام دولة إسلامية على أرض مصر. إن محمد البرادعي يعترض على المادة الثانية ويريد أن يحول مصر إلى شرق أوسطية وليست إلى دولة شرعية إسلامية. نعم. الأستاذ أنيس الدغيدي الكاتب الصحفي ومقدم هذه البلاغات ضد رموز من النخبة، أشكرك شكرا جزيلا. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.